باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. كنا نتكلم في مرتين سابقتين عن الحكمة كعلامة من علامات الطريق الضيق اللي الإنسان بيمشي فيه عشان يوصل للملكوت، عشان يقدر يميز الطريق. ولذلك الحكمة في الكلام، الحكمة في السمع، ايه اللي يتسمع وايه اللي ما يتسمعش، ايه اللي يتشاف وايه اللي ما يتشافش. احنا مشكلتنا الايام دي ان الارادة مش عارفة تميز، بتشوف اي حاجة. واحد فاضي وعايز يتسلى يشوف اي حاجة فيشوف عثرات، العثرات تتعبه. لو انسان عنده تمييز يقول لا دي اشوفها ودي ما اشوفهاش، لانه عارف النتيجة هتبقى ايه. ولذلك الانسان الروحي غني بالبدائل، غني بالايه؟ بالبدائل. واحد ملوش نفس يصلي، افرض يعني نفسه اتقفلت مش عارف يصلي، ودي حرب ممكن تيجي لأي حد. ايه البديل؟ ايه البديل اللي يوصلني لحالة الصلاة بدون صلاة؟ يختار بقى. هل القراءة ممكن تبقى بديل؟ وايه اللي يقرأ؟ هل صلوات القديسين تبقى بديل؟ يعني واحد لما يقرأ اي صلاة من صلوات الانبياء ويحس بالاحساس اللي كان هذا النبي بتاع العهد القديم كان بيحسه، هيبقى صلوة جميلة جدا. زي المزامير، ما هي المزامير صلوات داود وآخرين ممكن، لكن ايه اللي يختاره؟ ايه اللي يستخدمه في الحالة دي؟ عايز يقرأ ايه؟ ازاي يختار ما يقرأ وهو محتاج ايه اصلا علشان يقرأ؟ وايه القراية اللي تفيده؟ ايه القراية اللي تتعبه؟ ما يناسب وما لا يناسب. ايه الحديث اللي ممكن يقوله الانسان وايه الحديث اللي ما يقولوش؟ يقول لك ان ارسلت ارسل حكيما ولا توصيه، لان الحكيم مش محتاج ايه؟ توصيه، هيعمل الحاجة المظبوطة. ارسل حكيما ولا توصيه. في واحد تكلفه يبلغ رسالة يبلغها بطريقة منفرة وما تنفعش. ذلك اختيار من يبلغ الرسالة أيضا مهم. في قول جميل يقول الإفراز بين الفضائل كالقائد بين العسكر. عسكر من غير قائد ما يبقاش فيه صف ولا يبقى فيه نظام. كل عسكر لهم ايه؟ قائد، اللي بينادي شمال ولا يمين ولا قدام ولا الخلف ولذلك الإفراز هو اللي يخلي أولوية الفضيلة. واحد عايز عطاء، ازاي تعرف انه محتاج ولا مش محتاج؟ هل محتاج ولا محتال؟ وتديله ايه؟ ممكن محتال يحتاج الى نصيحة مش الى مال، لانك لو اديته مال هتشجعه على الاحتيال، لكن لو اديته نصيحة تنقذه من الاحتيال. ماذا تقدم؟ ماذا تعطي؟ الإفراز تمييز يعني بين الفضائل مثل القائد بين العسكر. فالجنود بدون قائد يبقوا بدون ترتيب، بدون نظام، بدون حركة جماعية، يتشتتوا ويتفتتوا وممكن ينهزموا. كل واحد بيدافع في الميدان له قائد
بيرشده، اضرب، لا ما تضربش، استنى، اضرب في الاتجاه الفلاني. اللي بينفذ هينفذ، لكن ينفذ ايه؟ محتاج للإرشاد، محتاج للتمييز. ولذلك التمييز هو حسن الاختيار، وهو الاختيار الأفضل بين كل الاختيارات. الاختيار الأفضل بين كل الاختيارات. ليه في ناس بتنخدع؟ ليه في ناس بتنخدع؟ لأن ما فيش تمييز، ما عندهمش تمييز، عشان كده بينخدع. كلمة حلوة تخدعه، زي آدم وحواء، لو كانوا ميزوا صوت الحية وميزوا صوت ربنا واختاروا صوت ربنا ورفضوا صوت الحية، كانش حصل اللي حصل. الذي عنده تمييز وإفراز ما يتغشش، يعني محدش يقدر يغشه، محدش يقدر يخدعه، محدش يقدر يقوده إلى ما يندم عليه أو بسببه، لكن يبقى واعي وعارف إيه اللي مفروض يعمله وإيه اللي مفروض ما يعملوش، إيه اللي مفروض يوافق عليه وإيه اللي مفروض ما يوافقش عليه إلى آخره. باختصار عشان ننتقل لنقط تانية، الإفراز والتمييز هو حكمة الاختيار. حكمة الاختيار، كيف يختار الإنسان وأي شيء هو الأفيد له. ساعات الإنسان بيعمل حاجات من غير تفكير، يبقى مسبي، يبقى مغوى، في عنصر الغواية. فعشان كده أساء الاختيار من الأول. السؤال الأهم بقى، إزاي الإنسان يختار طريق الحياة الأبدية؟ لو واحد قدامه طرق كتير قوي، في أعمال فاضلة بس اجتماعية، يعني كونك تعزي، تهني، تواسي، تقف جنب حد، في مروءة، في شهامة، لكن هل هو ده طريق الملكوت؟ ده طريق بشري. لكن التمييز انك لما تعزي بكلمة ربنا، ولما تهني بما يوصل الإنسان لإيه؟ لربنا. ده أبسط حاجة. لو واحد عايز تديله هدية، تديله إيه؟ إيه الأفيد بالنسبة له؟ هل هدية لها ثمن كبير، ولا لها فائدة كبيرة، ولا تلفت نظره إلى شيء مهم؟ ماذا تقدم؟ الكتاب في أمثال 14 يقول: حكمة المرأة تبني بيتها، والحماقة تهدم بيدها. هقولها تاني: حكمة المرأة تبني بيتها، والحماقة تهدمه، أي البيت، تهدم البيت بيدها. تخيل واحدة تهدم البيت بإيديها، الحماقة. هنا الحماقة يعني إيه؟ لما واحد يتصرف بسرعة وبطريقة غبية، يقول له: أنت إيه اللي حمقك كده؟ أنت انحمقت كده ليه؟ انحمقت هنا من الإيه؟ من الحماقة. إيه اللي خلاك انحمقت كده قوي؟ يعني لما الواحد يندفع في شيء بدون داعي، بدون مناسبة، يعني دي حماقة. لكن الحكمة تبني والحماقة تهدم.
لا يوجد بناء مطلقا بدون الحكمة، مستحيل. ولذلك حياتنا الروحية تبنى بالحكمة، وأقنوم الحكمة هو مين؟ ربنا يسوع المسيح. لما المسيح يبقى الحكمة يبقى الآب إيه؟ الحكيم الذي ولد الإيه؟ الحكمة. والروح القدس روح الحكمة، مش كده؟ فالثالوث في الحكمة، الآب حكيم يلد الإيه؟ الحكمة. المسيح أقنوم الحكمة، والروح القدس روح الحكمة والمشورة. أديكم بعض أمثلة من الكتاب المقدس تورينا أهمية الإفراز والتمييز في الحكمة. موضوع آخاب وإيزابل زوجته. آخاب كان ملك ومر بمراحل معينة، أخطأ، ربنا عاقبه، تاب، لكن كان نهايته نهاية مأساوية. ليه؟ كان له أرض، وكمالة الأرض كانت ملك واحد اسمه نابوت اليزرعيلي. قال له أنا عايز أخد الأرض دي عشان تبقى أرضي إيه؟ على بعضها، وأديك أرض في أي حتة تاني. قال له بس ده ميراث آبائي، يعني آبائك أيها الملك وآبائي تجاورا في الأرض، ليه دلوقتي عايز تحرمني من ميراث آبائي واخد في حتة تاني؟ أنا متمسك بميراث آبائي، غالي عليا، ما أقدرش أسيبه. راح زعلان لزوجته إيزابل، وإيزابل كانت شريرة، إنسانة شريرة. قالت له بس كده، اعتبر إنك خدت الأرض. طب هتعملي إيه؟ ولا حاجة. ده نابوت جدف على ربنا. لا، جدف على ربنا إزاي؟ دي كذبة. قالت له بس هتبقى حقيقة، هنجيب ناس اللي هم الناس اللي بيحكموا، مجلس حكم هيحكم عليه بالموت، يموت وتاخد ايه؟ أرضه. يا سلام، بالبساطة دي. هو ما فيش إله ولا ايه؟ أي واحد يموت أي حد وياخد أرضه؟ ما كانش حد غلب يعني. دي نسميها ايه دي؟ كلام إيزابل ده نسميه ايه؟ ها؟ حماقة طبعا، حماقة شديدة، بتقود زوجها إلى هدم البيت. يبقى هي اللي هدمت ايه؟ البيت بالحماقة. فعلا حصل كده، وحكموا على نابوت وموتوه. فربنا بعت إيليا الأخاب، قال له ملكت وانبسطت؟ هكذا يقول الرب، في المكان اللي لحست فيه الكلاب دم نابوت هتلحس دمك. وكان مسمي إيليا مكدر إسرائيل لأنه كان بيقول له كلام ربنا اللي إيه؟ اللي بيواجهه. كان في حرب، ما هو خلاص بقى، ما دام اعتدى على حاجة غيره وموت غيره بدون ذنب، ربنا ما بقاش ايه؟ يتعامل معاه. في حرب، هو كان متعود يسأل ربنا يطلع الحرب ولا ما يطلعش؟ يقول له اطلع وهتنتصر، او لا ما تطلعش. ربنا سمح ان يدخل روح غواية في انبياء كذبة، فراحوا قالوا له اطلع الحرب وهتنتصر، وده طبعا ايه؟ كذب. وطلع الحرب، وكانت النتيجة انه ايه؟ انهزم في الحرب، وفي نفس المكان اللي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي لحست الكلاب ايه؟ دم آخاب الملك.
كذب فالأنبياء إيه؟ كذبوا عليه. هو السيد المسيح قال كده: بالكيل الذي به تكيلون يكل لكم ويزاد. ويزاد. عشان كده قال: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم. بنفس الطريقة اللي هتعامل بيها هتعامل بيها. هتظلم هتتظلم على طول. هتقتل هتتقتل. والشريعة الإلهية بتقول كده: سافك دم الإنسان بيد الإنسان يسفك دم. ده قانون إلهي. عشان كده الكتاب يقول: الحكمة المرأة الحكيمة تبني بيتها، وبالحماقة تهدمه بيدها. تهدمه بيدها. حماقة. إيزابل ضيعت زوجها بأنها أرشدته إلى شيء ضيع آخاب، وقتل لأنه قتل، وكذب عليه لأنه إيه؟ كذب. عشان كده الصوم بيخلي الإنسان يستنير. فاكرين دانيال والثلاث فتية لما صاموا الملك لقاهم ايه؟ مستنيرين. يقولوا له مشورة يحس انها مشورة ايه؟ حلوة، مشورة بتنور السك. عشان كده مسكهم ايه؟ بوزيشن قوي، مراكز كويسة، اماكن كويسة، بينما كانوا مسبيين. لكن ربنا اللي اداهم الايه؟ الحكمة والإفراز. أي سؤال الملك يقوله يلاقي الإجابة المظبوطة اللي ما تخطرلوش على بال. ولذلك الإفراز والحكمة، أو الإفراز كجانب في الحكمة عملية، تخلي الإنسان لا يفعل أمرا يهدم إيه؟ حياته. يفرز الوحش، يبعده، يخلي كويس في الفكر. زمان كنت قلت لكم في حديث عن الصوم إزاي الصوم بيساعد الإنسان إنه يراقب فكره، يراقب أفكاره. يعني كان في راهب يبدو إنه عبيط كده، هو واخد السياسة دي عشان ما يكشفش فضائله يعني، بس عبيط بحساب يعني ما يلخبطش، عامل نفسه كده ما بيفهمش حاجة يعني. فرئيس الدير حب يتتبعه، شوف ده عايش ازاي، مش عايز يحكم عليه إلا لما يعرف ايه حقيقته، ماشي ازاي. ففي يوم من الأيام راح رئيس الدير فجأة كده، فتح الباب ودخل، لقاه قاعد دموعه نازلة وقدامه شوية زلط وطبق من السعف على يمينه وعلى شماله، وشوية زلط هنا وشوية زلط هنا، وقدامه شوية زلط كده. قالوا: ايه اللي بتعمله ده؟ ايه الزلط ده وايه بتعمل ايه؟ قعد يبكي يقول له: يا أبي استر عليا أرجوك، ما تفضحنيش، سيبني في اللي أنا فيه. قال له: لا، لازم أعرف أنت بتعمل إيه، أنت قاعد بتمضغ زلط، بتعمل إيه؟ فقال له: أنا عشان الصوم براقب أفكاري، لما يجيني فكرة كويسة أروح حاطط زلطاية
في الطبق الخوص ده اللي على ايد اليمين، ولما يجي فكر وحش اخد زلطاية احطها في الشمال، واخر النهار اشوف ده اكتر ولا ده اكتر. لو اللي على اليمين اكتر اكل وجبة اخر النهار واشكر ربنا انه بيديني افكار كويسة، ولو اللي على الشمال اكتر ما اكلش في اليوم ده واظل صائما واتضرع ان ربنا يديني الحكمة والافراز علشان يبقى افكاري كويسة مش وحشة. طلع رئيس الدير طبعا منبهر، قال ده العبيط ده هو اللي طلع عاقل، يعني قاعد يراقب أفكاره، واخد باله من نفسه وقادر يفرز الفكر الصح من الفكر الغلط. فيه ناس يفتكروا ان كل ما يأتي عليهم من أفكار صح، بينما لما يقعد يفكر فيها ويفندها تطلع مش صح. عشان كده أقول هناك طرق تبدو للإنسان مستقيمة، ولكن عاقبتها طرق الموت. ليس كل ما يبدو صالحا يبقى كويس، لا، ممكن ما يبقاش كويس. مراقبة الأفكار تحتاج إلى إفراز وحكمة. مشكلة أخاب هنا هل مشورة زوجته؟ أنا في رأيي مشورة زوجته أظهرت العيب بتاعه. طب إيه العيب بتاعه؟ إيه العيب؟ إنه بيحب نفسه أكتر من غيره، بس ببساطة يعني أناني، عايز أرضه تبقى على بعضها، عايز نفسه يبقى أفضل من الناس، بيحب نفسه بس، هو كل حاجة. فكان زعلان إنه مش قادر ياخد أرض نابوت، فوافق على اقتراح زوجته لأنه بيحب نفسه، دي هتديله اللي يحقق له محبته لنفسه. ففي رأيي إن مش المشكلة هي فكر إيزابل. لو كانت أفكار أخاب صح وهي قالت له كده، يقول إيه اللي بتقوليه ده؟ بطل اللي بتقوليه ده، أنا أكذب وأموت واحد ظلم عشان أرض؟ إيه اللي بتقوليه ده؟ اوعى تقولي كده. وكان رفض الفكر. تخيل حنفية عمالة تنزل مية، تقفلها تفتحها المية نازلة، يبقى معيوبة، يبقى فيها عيب، لازم تتصلح، بس لما تقفلها تتقفل ولما تفتحها تتفتح. الفكر كده، لازم الواحد يميز بين الفكر الصح والفكر الغلط، مش كل حاجة نفسه فيها يعملها. ولذلك ذهبي الفم يقول آخاب أخطر حاجة في الموضوع اتفاقه مع زوجته في الشر. اتفاقه مع إيزابل في الشر، لأنه هو منقوع في حب الذات وزوجته عندها حماقة، فالاتنين اتقابلوا في الهدف. الوسيلتين مختلفتين لكن الهدف واحد، فضيعته. هل دي محبة زوجية من إيزابل إنها عايزة تريحه؟ دي ضيعته. تريحه تريحه عشان تديله حتة أرض وتضيعه هو؟ عايز أسأل بقى، إيزابل عملت بالأرض؟ ولا حاجة، ولا حاجة. مشكلة آخاب إن محبته لنفسه خلته مش قادر يميز الفكر ده صح ولا غلط، أيا كان اللي بيقوله له. يعني فكرة تبدو كويسة لكن ما ترضيش ربنا،
فما يعملهاش. يقول هكذا قال الرب في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا. ملوك الأول 21 عدد 19. حكم صعب، حكم صعب. ولذلك الكتاب يقول الذين بلا مرشد يسقطون كأوراق الشجر في الخريف. الورق ينشف يوم يقع. بلا مرشد بمعنى بلا تمييز، لأن المرشد بيفيدك لما أنت تكون عايز تستفيد. افرض مرشد أرشدك وأنت مش عايز تستفيد، ولا هيعمل لك حاجة ولا هيفيدك بحاجة. ولذلك الإنسان الذي يعمل أموره بلا إفراز لا يقبل مشورة، ولا إلا المشورة اللي توافقه مش اللي تفيده، ولا يستطيع أن يميز بين ما هو صالح وبين ما هو شرير. بطريقة اللي تغلبه العبه. يقول لك أنت تغلب بإيه؟ العب بيه، المهم تغلب وخلاص. زور مش مهم، مش مهم. ناخد مثلا شاول الملك، ده مثال بقى يعني صارخ. شاول الملك كان عايز يقدم ذبيحة علشان يحقق حلم عنده. فلما اتأخر صموئيل هو اللي قدم الذبيحة. فجاله صموئيل قال له قال له هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ يعني ربنا عايزك تقدم ذبيحة ولا تسمع له؟ هو ده الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش، لأن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثن والترافيم. شاول لما تأخر صموئيل وعمل كده وشاول قدم الذبيحة فارقه روح الرب وبغته روح رديء من قبل الرب أيضا. صموئيل قعد يصلي يقول له يا رب شاول الملك اللي انت اخترته. فربنا قال لصموئيل إلى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته. شوف لما ربنا يقول على شخص رفضته. شاول الملك لم يعرف حدوده، ايه اللي يعمله ايه اللي ما يعملوش، ايه اللي يقدمه ايه اللي ما يقدموش، فين الصح وفين الغلط. عشان كده صموئيل قال له هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ ده المهم تسمع صوت ربنا، مش مهم الذبائح. وده الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش، لأن التمرد كخطية العرافة. التمرد ده تبع الشيطان، والعرافة تبع الشيطان. العرافة يعني شغل السحر والشعوذة والحاجات دي. والعناد كالوثن والترافيم، يعني العنيد زي اللي بيعبد أوثان. طب شاول كان يعمل ايه؟
يستنى صموئيل؟ طب صموئيل اتأخر. شاول قال ازاي الملك يستنى صموئيل؟ ها؟ طب ما انا ممسوح زيه، زي صموئيل. ايوه ممسوح زيه، بس مش من حقك ايه تقدم ذبيحه. في مرة أبونا يؤنس البراموسي ربنا يديله الصحة كان بيصلي القداسات البدري، ويظهر في يوم نزل متأخر لقى الأخ الخادم اللي بتاع الكنيسة فرش المذبح. قال له إيه ده؟ قال له يا أبونا أنا غلطت في حاجة؟ ده أنا عملت زي ما قدسك بتعمل بالظبط، يعني أنا بس كنت عايز يعني أساعدك عشان أنت جاي نازل متأخر لسه هتفرش المذبح، لما تنزل تلاقي المذبح مفروش جاهز هتصلي عشان ما تضيعش الوقت. قعد يفهمه بقى الشماس ما يمسكش الأواني ولا يفرش المذبح، أنت ليك شغلانة وأنا إيه ليا شغلانة. الواحد يعمل شغلانة مش شغلانته وبقى واقف محتار يعمل إيه الفرش ده يسيبه ولا يلمه ويفرشه تاني ولا يعمل إيه؟ حاجة مربكة طبعا. تخيل شماس يفك العدة ويفرش، حاجة ربكة ربكة. طبعا الولد عمل كده مش قصده حاجة يعني، لكن شاول كان ايه؟ كان قصده. مين صموئيل ده اللي يعطل الملك؟ مين صموئيل؟ ده صموئيل رجل الله، يعني كرامة صموئيل من كرامة ربنا. ولذلك مفروض ان الشخص يحترم وظيفته ويحترم حدوده. الأب له حدود في البيت، الأم لها حدود في البيت، ما يصحش تجاوز هذه الحدود. كل واحد له في البيت ايه؟ حدوده. يعني الآباء والأمهات اللي بيفتحوا حاجة أولادهم ويفتشوا فيها وحاجات زي كده طبعا بيغلطوا غلطتين. الغلطة الأولى إنهم تجاوزوا إيه؟ حدودهم، لأنه لازم كل إنسان له حرية وله مسؤولية. لو عايز يراقب أو يلاحظ بطريقة إيه؟ طريقة واضحة، لكن يفتش في الوقت اللي ما مش موجود ده فيها تخوين، مش كده؟ الشخص يحس ان حاجته بيتلعب فيها في ايه؟ زي الست اللي تاخد موبايل زوجها وتقعد تشوف الرسائل وتشوف الارقام، بتدور على ايه؟ شاكه فيه؟ بتدور على ايه؟ ما هو يعني انت شاكه فيه كلميه، قولي له انا عندي احساس كده انك مش مظبوط. يقول لك في ايه؟ ايه اللي اوجد لك الشك؟ يتفاهموا مع بعض. لكن تقعد تشوف الرسائل والارقام والمسد كولز وتطلب ده وتشوف مين اللي كان طالبه، طبعا حماقة، ما مش صح، يعني ما يصحش يحصل كده. فين الثقة؟ فين المحبة؟ محبة لازم توجد ثقة. التمييز والإفراز يخلي الإنسان دايما يميز ما هو في صالح اللي هو عايزه وما هو إيه؟ ضد اللي هو عايزه. وبرضه نفس الحكاية، واحد برضه يسهي زوجته ياخد موبايلها ويقعد ينتهز فرصة انها تعبانة وسايبة موبايلها يقعد يفتش فيه. انت شاكك فيها؟ شاكك فيها ليه؟ طب ما تكلمها، انتوا اقرب لبعض من انكوا تعملوا كده من ورا بعض. ما يصحش، دي لا محبة ولا ثقة ولا حاجة ابدا. ما ينفعش عيشة بالطريقة دي. واحد ادى حياته لواحدة وواحدة ادت حياتها لواحد، لازم يبقى فيه ايه؟ ثقة. دي ابسط نتيجة للمحبة. لكن ما يبقاش فيه ثقة يبقى ما فيش محبة. يعيشوا مع بعض ازاي؟
هي في رأيها إنها بتحافظ على بيتها. لو الراجل في حاجة عايزة تشده مش دي الطريقة اللي تشده. لو هو منحرف إيراد هينحرف 24 بعد الحكاية دي، ولو اكتشفها تبقى مشكلة. وهكذا. نيجي لمثل آخر وهو هيرودس الملك. هيرودس الملك لما راحوا له المجوس وقالوا له أين المولود ملك اليهود؟ رأينا نجمه وجئنا لنسجد له. ده بيكلموا مين؟ الملك. قال لهم الله، هو في ملك غيري؟ اضطربت المدينة كلها واضطرب هيرودس. يا عم ده لسه مولود، هو جاي دلوقتي هيبقى ملك؟ ده قدامه 30 سنة على ما يبقى ملك، ولا 20 سنة. انت ضامن حياتك لحظة؟ ازاي؟ تماسك وقال لهم بقى اذهبوا وابحثوا بالتدقيق، ولما تلاقوه قولوا لي عشان اروح اسجد معاكم. طبعا ربنا كشف للمجوس نية هيرودس، وظهر لهم ملاك الرب وأرشدهم إلى طريق أخرى ما رجعلوش. فلما ما رجعلوش هاج وماج وقتل أطفال بيت لحم بحسب المدة زي ما هم قالوا له، لأنهم خدوا 2 على ما وصلوا، فقتل من سن 2 فما دون. طب سؤال، اللي عمله هيرودس ده صح؟ طبعا غلط. يقتل ناس عشان يخلص من ملك لسه هيبقى ملك بعد سنين طويلة؟ وإيه اللي يهزه إن يبقى فيه ملك لسه مولود؟ برضو الأنانية وحب الذات. ما فيش ملك غيري، فيش حد غيري. في ناس بيقعوا في الحاجات دي بس مش مستوى ملك، يقولك ما حدش بيفهم غيري. كل الناس دي ما بتفهمش. ليه؟ حدش له رأي صحيح غيري، حدش يعرف الحكاية دي غيري. برضو مفيش حتة التمييز. يعني حين تفكر في أمر ميز، خلي عندك إحساس بالفكر اللي جالك ده، هل ده صح ولا غلط؟ بالتأكيد هتكتشف إنه غلط. قتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وكل تخومها من ابن 2 فما دون، زي ما بيقول في متى 2. طب قدر يقتل المسيح؟ ما قدرش. ولذلك ذهبي الفم بيقول كثيرا ما يتعرض السلطان العظيم لمخاوف شديدة. اللي خايف على سلطانه دايما يضطرب لأقل الأسباب. يضطرب ليه؟ يقول لك كل ما الشجر يرتفع لفوق الريح تحركه بشدة. ولذلك كل ما الإنسان يرتفع في نظر نفسه يلاقي حاجات بتهزه، وحاجات ما تهزش ولا حاجة. يعني ريح خفيفة تحرك شجر عالية. ولذلك لا ترتفع في نظر نفسك، بل كن عندك نوع من التمييز والإفراز، وقول أنا إنسان تراب وضعيف، وممكن الواحد نفسه يطلع ما يرجعش في أي لحظة. هيرودس حسبها بطريقة فيها نظرة، فيها أنانية، نظرة ذاتية. إزاي يبقى في ملك غيري؟ إزاي؟ ولكن المجوس ميزوا صوت الملاك عن صوت مين؟ الملك. فمشوا ورا الملاك وما مشوش ورا الملك. اللي نفع المجوس التمييز والإفراز. ربنا اداهم أن يميزوا.
مشيوا حسب ما أوحي لهم. آخر مثل علشان فاضل ثواني، حنانيا وسفيرة لما ودوا جزء من الثمن واختلسوا من ثمن الحقل، بطرس الرسول سأل حنانيا وسفيرة قال له: أليس وهو باق كان لك؟ حد طلب منك الحقل؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فلماذا وضعت في قلبك هذا الأمر أن تكذب على الروح القدس؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. إيه، محدش طلب منك حاجة، ليه تكذب؟ عشان كده يقول القديس أنطونيوس: أهم شيء في التمييز والإفراز أن يفرز الإنسان الشيء ليعرف إن كان جيدا أو رديئا، فيختار أي طريق يسير فيه. والسؤال الآن عشان الواحد بقى يعرف التمييز، إيه مواصفات التمييز والإفراز، وإزاي الإنسان يقتني التمييز والإفراز في حياته؟ هذا هو حديثنا إن شاء الله في المرة القادمة. لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين. تفضلوا نصلي. إيه معنى الحكمة عملياً؟ زي السؤال اللي سألته في آخر المحاضرة اللي فاتت، إزاي الواحد يمارس الحكمة عملياً؟ إيه هي يعني؟ الآباء يقولوا أن الإفراز والتمييز هو ده الحكمة الإيه؟ العملية. إفراز يعني تفرز الجيد من الرديء، أو تفرز الصالح من الطالح، فين الصح وفين الإيه؟ الغلط. في حاجات كتير قوي تبدو للإنسان كويسة، والكتاب قال كده: هناك طرق تبدو إيه؟ إنها مستقيمة، لكن عاقبتها طرق الموت، خطيرة. إزاي الواحد يميز الطريق الصح من الطريق الغلط، الفكرة الصح من الفكرة الغلط؟ زي العين بتوريك السكة. يعني لو واحد مش شايف ممكن يجي يمشي في وسط الكنب يتخبط، لكن اللي شايف الطرقة فين، الكنب فين، يعرف يمشي. ولذلك الكتاب يقول: سراج الجسد هو الإيه؟ هو العين. فيه عين روحية بيبقى الإنسان له استنارة. يعني لو لك عين وما فيش نور برضو مش هتشوف، مش كده؟ فالعين الجسدية ما تشوفش زي العين الروحية اللي فيها استنارة في الحكمة للإنسان روحيا. ولذلك الإفراز والتمييز مهم جدا عشان الإنسان يقدر يفرز ما هو صالح وما هو غير صالح. بمعنى أن الإفراز والتمييز هو حسن الانتقاء. يعني واحد له 20-30 زميل، مين منهم يبقى صالح إنه يعمل علاقة معاه؟ وإذا كون علاقة حدودها وإذا عرف حدودها كيف يمارسها بطريقة سليمة، كل دي معناها الإفراز والتمييز. إنسان عينه بتميز كويس وشايف إزاي يمشي في حياته، الانتقاء والوعي. وعلى فكرة الإنسان اللي عنده حكمة يعرف إزاي مفاتيح الناس ده مفتاحه فين. مفيش إنسان تايه مفتاحه، يعني ده مش موجود. يعني
كل إنسان له مفتاح. كيف تتعامل يلزمك مفتاح. هو ده التمييز، هو ده الحكمة. انت لو واقف قدام باب مقفول وما معكش المفتاح تنك واقف، لكن لو معاك المفتاح هتقدر تدخل. التمييز هو ده اللي يخلي الإنسان معاه مفتاح ازاي يتعامل، وحدود التعامل، هو ده الإفراز والتمييز. فالانتقائية والوعي، إنسان واعي لو قال دي نتيجتها إيه ما يقولهاش لو فيها غلط.